محمد علي جاب آخره من المماليك، قام قالك الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح، وجمعهم كلهم في مكان واحد وقضى عليهم. حاول محمد علي إنه يسترضي المماليك مرة بالفلوس ومرة بالسلطة، ولكن المماليك كانوا حاسين إن حكم مصر والشام هو أصلا حقهم التاريخي والموروث، عشان كده عملوا ضده كذا ثورة، وكمان حاولوا إن هم يختلوه ولكنهم فشلوا. وفي يوم من الأيام طلب الباب العالي من محمد علي إنه يخرج بجيشه للحجاز علشان يحارب الحركة الوهابية اللي انحرفت بمسارها من حركة دينية لحركة سياسية. ولكن محمد علي كان مقلق شوية من المماليك، لو جهز الجيش وخرج المماليك كده هيسيطروا على الحكم، عشان كده قرر محمد علي إنه يتخلص من المماليك. وفعلا جهز محمد علي الجيش، وكان على رأس الجيش ده ابنه طسن. وكان وقت خروج الجيش بيعملوا احتفال كبير جدا، بيحضروا كبار رجال الدولة والأمراء والمماليك وكمان عامة الشعب. وفي يوم 1 مارس 1811 اللي هو يوم مذبحة القلعة، المماليك كلهم جم من كل مكان في مصر، وكان كل واحد فيهم جاي على حصانه اللي متزين بالذهب والمجوهرات، وكمان لابس أشيك حاجة عنده، ما عدا 2 هم اللي مجوش وحسوا إن في حاجة مش مظبوطة: إبراهيم بيه الكبير وعثمان بيه حسن. حضر 470 مملوك، وبعد ما محمد علي استقبلهم أحسن استقبال قال لهم يلا يا جماعة بقى الاحتفال هيبدأ. وفعلا بدأ الموكب يتحرك، اللي كان على رأسه الأمير طسن، وبعديه طابور الدولاة، وبعد كده والي الشرطة وجنوده، وبعد كده الآغا، وبعد كده المحتسب ورجالتهم، وبعد كده جنود الوجقلية اللي هم أصلا الجنود العثمانيين، وبعد كده جنود الأرناؤوط والمماليك وجنود أرناؤوط تاني، وبعدهم بقى أصحاب المناصب والمدعوين من كبار رجال الدولة. وبدأ الموكب يتحرك اتجاه باب العزب، وكان بينه وبين القلعة ممر طويل صخري وأسواره عالية. خرج طابور ورا طابور لحد ما خرج آخر واحد من جنود الوجقلية، وبعد كده الباب اتقفل قدام المماليك. وتفاجئ المماليك إن الجنود بيحاصروهم من كل مكان، ومن فوق الصخور ومن فوق الأسوار، وبيضربوهم بالبنادق. واحد بس هو اللي جه متأخر وعرف إن في مؤامرة، فقدر إن هو يهرب، وهو أمين بك. وحصلت مذبحة القلعة، اتخلص محمد علي من كل أعدائه اللي كانوا واقفين في زوره.